السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد من انجليزي ديليفري. انجليزي ديليفري علشان بنوصل لك المعلومة لحد عندك. اهلا بيكم، انا مصطفى عبده وانت بتتفرج على قناة انجليزي ديليفري. السؤال مهم جدا، هو ليه بعض الحروف في اللغة الانجليزية بتتنطق في كلمات معينة وفي كلمات تانية مش بتتنطق؟ طبعا السؤال ده سؤال لولبي وبيسأله معظم دارسي اللغة الإنجليزية. أوعدك في الحلقة دي هنحاول نجاوب على السؤال ده بالتفصيل، وهنتكلم عن الحروف الصامتة. النهاردة هناخد حرف البي وإمتى حرف البي مش بيتنطق في الكلمة. بص يا سيدي، لما يجي حرف البي آخر الكلمة وقبله حرف الام. لما يجي حرف البي آخر الكلمة وقبله حرف الام مش بننطقه. أمثلة زي كلمة بام بام، وزي كلمة ثم وزي كلمة كام. والحالة التانية اللي مش بيتنطق فيها حرف البي لما يجي آخر الكلمة وبعده حرف التي، زي كلمة داوت وزي كلمة دات. نسيب حرف البي وندخل على حرف السي. متى لا ينطق حرف السي؟ أول حالة لما يجي قبله حرف الاس. لما يجي قبله حرف الاس حرف السي لا ينطق، زي كلمة scissors وزي كلمة muscles. وبرضه لما يجي بعده حرف الكي مش بننطقه، زي كلمة black. ندخل بقى على الحرف الثالث، حرف الدي. متى لا ينطق حرف الدي؟ لا ينطق حرف الدي لو جاء بعده حرف الان، وده مش في كل الحالات، في حالات معينة زي كلمة Wednesday. لما يجي قبله حرف الان زي كلمة sandwich وزي كلمة handsome، وده مش في كل الحالات. وده كان الجزء الأول للإجابة على السؤال اللي احنا طرحناه في أول الحلقة، اللي هو ليه حرف معين بيتنطق في كلمة والكلمة التانية لا، وده بيخلينا بنجد صعوبة كبيرة في النطق والقراءة. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنوني في الجزء الثاني للإجابة على السؤال. سلام.